حبابنا وصحابنا، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم جيناكم بواحد الوصفه ديال مادلين بالسيترون، بليزيز ديال السيترون والنكهه ديال الفاني. هي هادي صافي. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه، طريقه الاستعمال والمقادير اللي تنستعملوهم. يلا ندوزو دابا للعمليه ديال التحضير. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. اش تتعاودوا؟ عواشر مبروكه، كلشي هو هذاك في امان الله. اليوم جينا لكم نقدموا لكم الوصفه ديال مادلين بالفاني. ياك درنا غير لاروم ديال الفاني ونزيدوا عليها النسمه ديال لو زيت ديال السيترون، زيت ديال لي سيترون، يعني قشور الحامض باش نسمو مادلين ديالنا. المهم المقادير هما هادو. بالنسبه للمقادير انا ضربتهم في ثلاثه. يعني المقادير يعني الكونتيتي ضربتيها في ثلاثه. يلا دابا نقولوا لهم شحال. بالنسبه للزيت المقادير العاديه 200 غرام. 200 غرام ديال الزيت المائده. انا ضربتها في ثلاثه، هي 600 غرام. 600 غرام ديال زيت المائده. وبالنسبه للبيض 3 البيضات. بالنسبه للبيض 3 البيضات، يعني عندنا 9. وعندنا 60 غرام ديال الحليب. 60 غرام سنتيلاتر ديال الحليب ضربتيها في ثلاثه، يعني 60 120 180 سنتيلاتر ديال الحليب. و160 غرام ديال سنيده. 160 غرام تاع سنيده مضروبه في ثلاثه المرات، هي 480 غرام. الا بقات لنا لا فارين. بالنسبه للدقيق 200 غرام. الدقيق 200 هي 600 غرام، يعني نتوما على حساب الانسان راه غادي ينقص من المقادير. هذا الشيء اللي قلنا لكم حنا، راه ما عندنا الكونتيتي تنديروا داك الشيء مضوبل. بالنسبه للخمارات درتهم مع الدقيق. بالنسبه للخمارات، الخماره ياك اشنو الخماره الحمراء؟ الخماره الحمراء شحال؟ 10 غرام. انا ضربتها في ثلاثه، هي 30 غرام. هي 30 غرام، الله يعطيك الصحه. دونك هنايا كما تتشوفوا راه الدقيق مع الخميره مع الخماره 30 غرام، يعني 30 غرام في الطوطال. صافي نبداو على بركه الله. صافي زيت المائده ديالنا هادي، بينا نزيدو عليها السكر، يعني جميع المكونات ياك المكونات تنخلطوهم، تنديرهم في هاد العجانه هادي. كما تتشوفوا حنا ما تنخبيو عليكم حتى حاجه، يعني المقادير اللي تنوريكم هما اللي تنخدموا بهم، وهما اللي تتشوفوا معنا حتى تنشوفوا الوصفه كي خرجت. الحليب حتى هو، لاروم ديال الفاني، اللهم يسر. صافي تسعدت البيضات ديالنا كما تتشوفوا. صافي دابا غنخلطوه. هو الاول تنخلي النشا، اش تقولي ليها؟ المواد الناشفه اللي هو الدقيق والخماره غنخليهم حتى من بعد. المهم حنا نخلطوا بعدا هذا، نخلطوا هاد المكونات هادي من بعد غنوريكم الى الوقيته اللي بينا نزيدو فيها الدقيق. صافي فاش تنحصلوا على الخليط بحال هكا كما تلاحظوا، غادي نزيدو الدقيق. من نزيدو الدقيق سير على بركه الله. صافي مادلين ديالنا درناها في البوش، تنعمروا هادو. صافي هذا هو السيليكون تاع مادلين عندنا. هما غادي نقادوهم نعمروا هادو، راه الاخر راه فوالا. هي السيليكون عمرناهم بلاباري تاع مادلين، وما هذا حنا فينينا شغلنا. دابا بقات لنا العمليه غادي ندخلوهم للفران. فوالا تنديروهم على 20 دقيقه.
والفران على 170 كما تتشوف. فوالا هما غاديين خدامين تيطيبوا مادلين ديالنا كما تتشوفوا هما في وسط الفران. صافي مادلين ديالنا هي هادي، ها هي ما شاء الله راه طايبه، شفتوها حلينا عليها، هاهي غنخليوها تبرد وندريسيوها. فوالا هادي هي مادلين ديالنا كما تتشوفوا على الشاشه. هذه هي النتيجه النهائيه اللي عطاتنا، حنا استفناها في هاد المرايه هادي، هي تتبان ما شاء الله يا سلام. والله يعطيك الصحه فاطمه الزهراء، ما عندي ما نقول، هادشي زين. قطعينا شي وحده شوفوا كي طلعت، ما شاء الله تيبان داكشي زين. يلا نتمنى الفيديو يعجبكم وما تبخلوش علينا بابونيو، ولا عنده شي تساؤل يخليه علينا في كومونتير. يلا الى فيديو قادم ان شاء الله.